ماشي في ارض زراعيه عادي وبيوت كلها خشب. لقيت حاجات في الارض كده غريبه، قربت منها لقيت اثار فرعونيه مرميه في الارض. طبعا بشيل الاثار لقيت فلوس سعودي، رحت رامي الاثار ورحت واخد الفلوس السعودي وعمال اقول هي ليه الفلوس السعودي جايه هنا. فطبعا حكيت الموضوع ده لوالدتي، فقالت لي يا ابني انت ليه ترمي الاثار وتاخد الفلوس؟ فانا بالنسبه لي في الحلم انا هعرف اغير الفلوس لكن مش هعرف ابيع الاثار، ولسه هصور كود ولسه واحد هيجي لي ولسه، فكان الموضوع في الحلم كنت بتفكر. فانا بالنسبه لي الفلوس اسرع. ثانية اللي هيصحيني بعد اذنكم ثواني. احنا معانا وانا من البلدي، انا من البلد. شغال ايه؟ محامي. يبقى اللي حصل لك ده مش حلم. لا جات لك حاجه زي كده؟ كان موكل يعني جالي قال لي انت بتجمل ليه؟ مش تاجر اثار، كان موكل. لا هو موكل واحد كان ناسي حاجه في جيبه، عزمني على شويه زيبق بس قلت له لا. وقال لك ايه؟ احكي لي. قال لي ان الحكومه جت يعني. يا حبيبي زنا يعني الجنيه جت، الجنيه ظهرت بتاعت الاثار، بتقول لي ما تتكلمش. هي كانت الاول ذهب سبايك، وبعد كده يا امي